أهلا بيكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة الغراب والإبريق. كان مكان، يا سادة يا كرام، في غابة كبيرة فيها شجر عالي وطيور كتير. كان في غراب مشهور بذكائه. في يوم حر قوي، الشمس كانت مولعة والدنيا نار والمية في الغابة بقت نادرة. الغراب كان بيطير فوق الشجر، يتدور هنا وهنا وهو بيقول أنا عطشان قوي، لو ألاقي حتى شوربة مية صغيرة. وهو طاير فجأة شاف حاجة بتلمع تحت شجرة كبيرة. نزل بسرعة، لقى إبريق قديم جوه شوية مية. فرح وقال يا أخيرا لقيت مية. راح بسرعة وحط منقاره جوه الإبريق، بس الإبريق كان عميق والمية في القاع وما قدرش يوصل ليها. جرب يزق الإبريق بإيده، ما تحركش. حاول يقلبه، ما نفعش. قعد الغراب يفكر وبص حواليه، لقى شوية حصى صغير جنب الإبريق. ساعتها قال مممم، هو كده التفكير الصح، مش لازم القوة، لازم المخ. راح مسك حصاه ورماها جوه الإبريق، وبعدين حصاه تانية وتالتة ورابعة. كل ما يرمي حصاه المية تعلى شوية. الغراب كان بيضحك ويقول أيوة كده بقت قريبة. فضل يرمي ويرمي لحد ما المية وصلت فوق، قربت من فتحة الإبريق. قرب الغراب شرب شربة طويلة وقال الحمد لله، مفيش حاجة تغلب العقل. بعد ما ارتوى فرد جناحاته وطار فوق الشجر وهو فرحان وفخور بنفسه وكل الطيور اللي شافته. اتعلمت منه إن الذكاء أهم من القوة. الذكاء والتفكير السليم يغلب القوة، وكل مشكلة ليها حل لو استخدمنا عقلنا. أتمنى أن تكون القصة نالت إعجابكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا.